يو السلام عليكم. كنت قلت لكم ما غنهضرش على الموضوع ديال الجزائر، وها اليوم ماشي موضوع ديال الجزائر، موضوع ديال مراد طهاري. واحد الشخص اللي هنا في ايطاليا كما عارفينه، محترم من طرف الجاليه المغربيه، كنحترموه بزاف. بزاف من الكثير تيأيدو، وانا واحد منهم تنتفرج في الفيديوهات ديالو. ولو هو بعض المرات عنده الفاظ راكم عارفين. المهم كيهضر من قلبه، واحد الانسان اللي باغي الخير لبلادو ومحترم هنا في ايطاليا. لذلك مرات تيخرج على السطر وكيروم المخزن والدوله المغربيه، وكيبدا يدير في مقارنه كان النظام الجزائري ديال الكابرانات بحالو بحال المخزن المغربي. انا بغيت نعطيه واحد النصيحه كاخ للسي مراد طهاري المحترم اللي كنحترموه بزاف وتنقدروه. يفوت عليه السياسه المغربيه والمخزن، لان شي امور السي مراد ما عارفاش على المغرب وما عارفاش على الدوله المغربيه، وما عارفش اشنو كيطبخ في الكاميله، يعني عارفوا الا الشعب المغربي. الحاجه اللي خاصك تعرف السي مراد، حنا المغاربه مع المخزن. عرفتي حتى شي حاجه، حنا مع المخزن، والمخزن في الخدمه ديالنا حنا بطريقه مخزنيه ديالنا حنا كشعب، كنجعلوا المخزن كيخدم في الصالح ديالنا. هذه سياسه مغربيه عميقه كيفهموها على المغاربه. وكاين شله اسرار ديالنا حنا المغاربه ما فيا، ما نبقى زبيب فري فيهم هنا. ملي تيبان لك مثلا شي مناضل تشد الى اخره، كيكون عنده واحد الهدف. والشعب المغربي عنده واحد الثقه عميقه في الملك ديالو، في ولي الامر امير المؤمنين ديالنا، صاحب الجلاله محمد السادس. هذا الكلام اللي تنقول لك راه تنقوله من القلب ديالي. كاين شله اعداء ديال المغرب، منهم الكابرانات الجزائريين، وانت عارف هذه المساله مزيان. ما عمر الملوك الجزائر ديال المغرب تكلموا بسوء على الجزائر، ولا كان الظن ديالهم يقسموا الجزائر ولا يخربوا الجزائر، ولا تكون واحد السياسه ديالهم معاديه للجزائر. لا الملك لا الملوك لا الشعب لا المخزن، هادو ثلاثه ماشي ضد الجزائر، وتعارفها مزيان. ديولكم اللي متعدين، ديولكم اللي بادين، ديولكم اللي مغتصبين اراضي خلاتها لهم فرنسا ظلما وعدوانا. اراضي مغربيه، الصحراء الشرقيه والغربيه راهم اراضي مغربيه. هذا الشيء كيشهد عليه التاريخ، وكاين الوثائق، وكاين هذا الشيء راه معروف، مصرحين به، مصرح فيه بن بله ويعني ورؤساء ديال الجزائر. وهذا الشيء معروف عند الناس الفايقه. انا ما كنهضرش على هذوك اللي كتصيفهم انت بالصفات بلا ما نقولها في هذا سميتو، لان انا قررت باش ما نبقاش نهضر على الجزائر، حيت ما كاينش الحوار معاهم. وفهمت بان كاين واحد الكونفينمون ميم انفاريكابل، ما يمكنش غنوصل ولكن كنهضر معاك انت انسان عاقل. ما تجاوزش الخطوط وتنوض تهضر في امور ديال المغرب اللي ما غتعرفهاش، السياسه ديال المغرب ما غتعرفهاش، وشي امور خابيه ما غتفهمهاش في المغرب. لذلك النصيحه ديالي كاخ وكيحترمك، اعتبرني خوك صغر منك، انا مواطن مغربي عزيز عليا، بغيت نوصل لك هذه الرساله، نتمنى توصل لك. ما تبداش تقارن صحاب المغاربه معارضين للمخزن ولا معارضين للبلاد ديالهم ولا معارضين الملك ديالهم، وتنوض وتبغي غادي يتقلبوا عليك. شي هذوك كاملين هذوك المتابعين اللي عندك ديال المغاربه، وهذه غادي دير جوج فيديوهات ثلاثه غادي يتقلبوا معاك، تقلبوا مع اسعد شرعي، تقلبوا مع بزاف. وهذوك الناس فهموا ملي مشاو للمغرب. انا كنصحك بالزياره للمغرب قبل ما تظلم هاد الدوله وتظلم الشعب ديالها وتظلم النظام ديالها، وتبغي تقارنوا مع النظام ديال تونس. مع كامل احتراماتي للتوانسه، انا كنحترم التوانسه وكنحبهم حب عميق، هما الجزائريين، رغم الناس رغم بعض الجزائريين كيسحبوني انا ضد الجزائر. انا كنحترمكم كامل الاحترام ليكم، لا الشعب الجزائري ولا الشعب التونسي ولا الشعب الليبي ولا الشعب المصري. لذلك ما تقارنش هذه الانظمه مع لا مونارشي ماروكان، يعني مع الملكيه المغربيه ولا مع المخزن المغربي. المخزن حنا كمغاربه كيخدم في صالحنا، كنخدموه حنا بطريقتنا في صالحتنا ومشين امورنا. يعني كاين شي امور اللي تيعرفوها غير المغاربه، وهذيك الطريقه اللي غاديين بها حنا مأيدين لا المخزن لا الملك لا الدوله ديالنا. يعني هذا الشيء راه لا نقاش، كنتكلم عن المغاربه الصالحين. اما ديك الفئه اللي مرتزقه باغات انفصاليه، باغات تعيش برا وهذاك الشيء وباغات تعارض،
بهذيك الطريقه اللي ما عندها مغزى، ما عندها معنى، ما عندها حكمه، هذوك راهم لا علاقه لهم بالشعب المغربي. غتلقى الشعب المغربي 100% ماشي 99% مع لا مونارشي، يعني الشعب المغربي. لذلك ما غاديش تفهم السياسه، راها شويه صعيبه ديال المغرب باش غتفهمها، وباش غتفهم ديك الثقه المتبادله بين الشعب والملك، صعيبه شويه. هاد الناس ما مسوك حتى في حاجه، يعني ما قربوا لك حتى في حاجه، ما اغتصبوا لك الحقوق ديالك، ما قتلوا لك شهداء عندك، ما يعني كيأديو الشعب ديالك ولا الدوله ديالك. لذلك اللي ضربوا صبعو ما يتنقر. هذاك النظام ديالكم ديال الكابرانات راه هو اللي كيدير في هذه المشاكل، وتعرفها وواعي بها مزيان. عندكم مشكل تما مع ديك العصابه، فاريوها بيناتكم، بقى محافظ على السمعه ديالك وسط المغاربه هنا في ايطاليا. سينو غادي يتقلبوا عليك وغتلقى واحد المشكل كبير، مشكل كبير وعويص ما غتسيبش كيفاش تعالجو. لذلك اخويا مراد طهاري، والله الا كنهضر معاك بكل حب من القلب ديالي، فوت عليك الدوله المغربيه والشعب المغربي والمخزن المغربي والنظام المغربي بصفه عامه. ما غتفهمش فيها السي مراد، ما غتفهمش فيه. خاصك تمشي للمغرب وتزور وتعيش واحد لا بيريود تما، ماشي ديك البيريود ملي جيتي حارق ومشيتي عشتي في المرسى. نو، سير دخل البلاد وزورها من طنجه للقويره، سير العيون، سير الداخله، سير السماره، سير كازا، سير الرباط، سير المكناس، سير مراكش. شوف هذاك التخالف ديال اختلاف ديال الالوان وديال الثقافات وديال الاديان وديال التعايش وديال النمو، وعيش كيف دار سعد الشرعي. خير مثال، عندنا نموذج. سير عيش واحد شويه وشوف. واحد النصيحه اخرى اللي بغيت نعطيك، عندك تطيق هنا في الطاليان ولا تطيق في شي دوله غتحميك ولا شي حاجه، شي نهار الله يستر كيف داروا الاولين دوك المعارضين الجزائريين، يعني عاد يجيبوك ويكونسينيوك ليهم. هاد الناس راه باعوا جوفاني فالكوني اللي كثار منك نتايا، باعوا باولو بورسيلينو اللي تخلات عليه الدوله. يعني فهم كاين شي امور عميقه في السياسه. قلت راك كابر في الطاليان وعايش في الطاليان ومدوز الطاليان وعارف السياسه ديالهم كي داير. يعني حاول تعرف اش كدير. شي المغرب انا كنصحك شي زياره، سير في الصيف، شد لي فاريه ديالك، دوزهم في بلد مسلم، بلد شقيق، بلد خو، ودور وزور وشوف وخذ خبره، وربما فهم مزيان عاشر المغاربه وفهم السيستم تاع المغرب كيدير، وعاد هضر. هادي كان نصيحه كنصيفط لك كاخ ديالك من القلب ديالي، حيت عزيز عليا. كنشوف الفيديوهات ديالك، كنتبع معاك كيف بزاف د المغاربه تيتبعوا معاك، تتعجبهم هذيك السخريه ديالك، هذيك الطريقه ديالك، هذيك العفويه ديالك، هذيك القلب السليم ديالك باش كتبغي تصلح بلادك. وهذا جوستو عندك منا كل الاحترام والتقدير والمسانده في الخير، في الشر لا، احنا ما معاكش. لذلك اخويا مراد طهاري، هذا فيديو خصيصا لك. يعني حاول دير اتونسيون ملي تهضر على المغرب. هذا هو، هذه نصيحه كنعطيك. ولكن الا بغيتي انت حر في الراي ديالك. انا ماشي كنقول لك كنبغي نكف لك فمك ولا نقول لك اسكت ما تهضرش، ولا كنقول لك غير راك ما عارفش شي امور ما غتفهمهاش في السياسه المغربيه، وما غتفهمهاش في الشعب المغربي، وما غتفهمهاش في الملك المغربي، وما غتفهمش النظام المغربي. ما تكونش سطحي، ما تهضرش على داك الشيء المودو سوبرفيسيالي عمل الفوق، تبغي دير فيها خبير وتفهم كل شيء. لي كوسي نون ستانو كوزي يا خويا مراد. يعني صحح وراجع نفسك مزيان وعاد تكلم، عاد هضر وسير وانا كنصحك بالزياره للمغرب، تمشي وتشوف المغرب كيدير وفين وصل وكيفاش غادي كيدبر في الامور ديالو، وتجلس مع ناس وغيفهموك مزيان وغادي يوريوك. وتما الا بغيتي تهضر وتعطيه واحد الخلاصه ديالك، راه لك كل الحريه. راه كيجي عندنا العالم كامل كيمشي لبلاد زياره وكيشوف وكيهضر، ومن حقك تعبر اللي تعجبك واللي ما تعجبكش. ما كنقولش المغرب روزي فيوري كيف كنقولوا بالايطاليانو، ولكن حاول. النصيحه الوحيده اللي بغيت نعطيها لخويا مراد هي نفكر قبل ما نقول الكلمه ونحسب ليها، يعني تكون الحكمه. من اوتي الحكمه فقد اوتي شيئا عظيما. كنشكرك اخويا وكنحييك وكنسلم عليك من مدينه نابولي، اخوك الخزازره اكسبول المتواضع. وتهلا ليا في راسك، راك عزيز بزاف. والسلام عليكم.